ليه البي بي سي تفتح ملفات الفاحشة وانتشارها في معظم الدول العربية زي دبي والعراق وناسية ملف ديدي؟ محطة البي بي سي عملت أكتر من تحقيق صحفي بيتكلم عن انتشار الفاحشة والبغضاء وتجارة الجنس سواء في دبي أو في العراق، بس في نفس الوقت قفلت بقها وما اتكلمتش عن ديدي. فليه اختارت الشرق الأوسط واتجاهلت ملفات أخطر عندها؟ ليه فتحت ملفات تقيلة في الدول العربية مع إن عندها ملفات أخطر وأعظم؟ وبالمناسبة إن التحقيقات دي كل اللي اتقال فيها كان حقيقي، يعني مش تحقيقات مفبركة. فهم قاصدين يوصلوا لنا إيه؟ وهل هم متناسين اللي عندهم عن جهل ولا عن عمد؟ فإيه الحقيقة؟ دايما هتلاقيها على باب الحقيقة. تجارة جنس ضحاياها فتيات عراقيات. لديهما كثير من الأصدقاء المشتركين. تواصلت مع عدد منهم آملة أن يرد علي أحد. التحقيقات حقيقية، بس الحقيقة مش هي اللي على الشاشة. نفس الشبكة اللي عملت ضجة على السوشيال ميديا بسبب تحقيق عملته عن انتحار الأجنبيات في دبي هي نفسها اللي عملت ضجة عن اختطاف القاصرات في العراق، وهي نفسها اللي سايبة ملفات مشاهير عندها من غير ولا وثائقي واحد. فليه البي بي سي بتحقق في الشرق وسايبة ملف ديدي؟ ده السؤال اللي انتوا سألتهولي في التعليقات وانا قررت اجاوب عليه في حلقة النهاردة. ليه البي بي سي بتحقق في الشرق وسايبة ملفات أخطر عندها؟ أولا لأن قضية ديدي قضية أمريكية مش بريطانية، وقناة عالمية بحجم محطة البي بي سي لما هتيجي تعمل تحقيق استقصائي هتختار ملفات في نطاق بريطانيا أو أوروبا أو منطقة زي منطقة الشرق الأوسط لأكتر من سبب مش هنقولهم دلوقتي، لكن اللي هنجاوب عليه ليه أو اشمعنى قضية أمريكية زي قضية ديدي ما تقدرش البي بي سي تتكلم عنها. أولا لأن الشرطة الأمريكية ال FBI دخلت في الموضوع وتحولت لقضية جنائية. ده غير الدعاوي المدنية المقامة ضده والقضايا بتحرش وإتجار وتجنيد اللي مرفوع عليه، وكل ده موجود إعلاميا. فمحطة بحجم البي بي سي ما تقدرش تعمل وثائقي عنه قبل الحكم النهائي، وإلا هتعرض نفسها إن هم يتهموها بتزييف الحقائق وتشويه السمعة. يعني ديدي اللي لا إله إلا الله بتتكلم عنه وعن قضيته، لو اتكلمت عنه تبقى بتزيف حقائق وبتشوه سمعة. ولما تيجي تفتح ملفات حساسة في دول عربية زي دبي والعراق واللي كتير ما يعرفوش عنها، تبقى هي كده أمان بيس بروفيشنال ولا بتزيف حقائق ولا بتشوه سمعة؟ القضية هنا قضية فرد قصاد نظام. ولكن واحدا فقط لديه أيضا عمر. رقم الهاتف يتطابق أيضا، ولكن حسابه خاص للتواصل معه. الفرق هنا بين الفرد والمنظمة. في قضية دي فرد، لكن في دبي والعراق بتتكلم عن نظام. يعني التحقيقات اللي عملتها عن دبي والعراق ما كانتش بتتكلم فيهم عن فرد بعينه أو أفراد، لكنها اتكلمت عن شبكات كاملة وجنسيات مختلفة وحكايات استمرت فوق 10 سنين، ده غير شهادات أهاليهم وذويهم. فعرضت في التحقيق بتاعها شهادات لعشرات من أهالي الضحايا. أما ملف ديدي فده ملف شخصي لفرد لسه بيتحاكم قصاد القانون. في ضحايا، هو ملف شائك، ممكن يكون وراه منظمة أو شبكة كاملة، لكن اللي قدام القانون لحد النهاردة اللي بيتحاكم فرد واحد، شخص واحد. فمحطة بحجم البي بي سي مش هتروح تعمل دوكيومنتري وتسبق القضاء الأمريكي قبل الحكم النهائي، وإلا هتعرض نفسها إنهم يسحبوا منها البث المباشر في أمريكا ويقضوها بتهمة تشويه السمعة واستباق القضاء الأمريكي في ملف مفتوح عندهم أصلا. وإلا هيحصل زي ما حصل في قضية إبستن، جيفري إبستن. فلو مش عارف إيه اللي حصل في قضية جيفري إبستن، تابعنا في الفقرة الجاية. واللي ما يعرفش مين جيفري إبستن، فده كان راجل ملياردير مستثمر أمريكي عنده علاقات قوية جدا بسياسيين ورجال أعمال وأمراء ومشاهير، لكن ببلاغ صغير اتقدم ضده من أم وأب بيتهموه باستغلال بنتهم القاصر في أعمال جنسية، اتفتحت عليه النار
كشفت التحقيقات إنه بيجمع البنات المراهقات اللي ما بين عمر ال 14 وال 17 ويستغلهم جنسيا ويقدمهم لصفوة الصفوة في جزيرته بيدو آيلاند، وإنه اتقبض عليه حوالي مرتين، مرة في 2005 واتحكم عليه حكم خفيف كده بسبب علاقاته ونفوذه، وتاني مرة في 2019 المرة القاضية لما ال FBI اقتحم كل قصوره ولقى هناك قوائم أسامي كبيرة ومستندات وتسجيلات ودولة جوه دولة. هنا اتحبس على ذمة القضية لحد ما لقوه ميت مشنوق في زنزانته. بس يا سبحان الله، الكاميرات كانت في الوقت ده مقفولة ومفيش حراس، وكأن جيفري إبستن محبش حد يشوفه وهو بينتحر. الملف اللي بيطارد ترامب لحد النهاردة ده، غير قصة اللوحات اللي لقوها في شقة من شققه في منهاتن، اللوحات اللي بتكشف خطط كانت بتنفذ سواء في الغرب أو في الشرق الأوسط. لو حابين حلقة عن اللوحات دي قولولي. فهنا البي بي سي تحط في بطنها بطيخة صيفي وتعمل تحقيق. ما هو يا إما القضية تتقفل بحكم نهائي أو باعتراف أو بسقوط نظام كامل، وقضية جيفري إبستن كانت سقوط لنظام كامل. أي نعم دي لحد النهاردة ما حصلش حاجة في قضيته من الثلاثة دول، لكن هو في طريقه لنهاية زي نهاية جيفري إبستن، سقوط نظام كامل. أما التحقيق اللي عملته عن دبي فكان عن شبكة كاملة وجنسيات مختلفة وحكايات اتكررت فوق 10 سنين ومئات البنات اللي بيتم ترحيلهم كل سنة. وده برضو اللي حصل في العراق، شبكات كاملة بتستغل القاصرات، بالإضافة إلى أن أي تحقيقات في الخليج العربي بتجيب مشاهدات عالية، مطلب جماهيري. فالغرب مهتمين يعرفوا كل حاجة عننا، وخاصة لو كانت ملفات حساسة أو فساد بتكشف التعارض ما بين صورة الرفاهية والواقع، فطبعا هجيب مشاهدات عالية سواء مننا أو منهم. أما بالنسبة للملفات الساخنة والحساسة في أمريكا فالبي بي سي مش محتاجة تعمل عنها تحقيق، لأن أمريكا عندها مئات البرامج اللي بتغطي المواضيع دي. لكن مين اللي المنطقة عنده فاضية وعنده فراغ في الحتة دي البي بي سي تستغله وتخش تملاه؟ الدول العربية والشرق الأوسط. ده غير أن سياسة تعامل الشرق الأوسط مع الملفات الحساسة بتقدم فرصة أكبر لتحقيقات من النوع ده وتسمح بدخول شبكات زي دي. فالقضايا مش دايما فيها شفافية وفي مساحة إعلامية فاضية، وده اللي يخلي الإعلام الغربي يخش وهو حاطط رجل على رجل زي ما حصل قبل كده مع مصر فترة من أصعب فتراتها السياسية. المهم، بعد كل اللي عرضناه، أنت شايف إن الموضوع دبي قصاد دي ولا لسه مقتنع إن في جهة أو منظمة هي اللي بتختار اللي نشوفه وإيه اللي يتحط في الدرج؟ استنوني في ملف جديد وباب تاني نفتحه سوا في باب الحقيقة مع ريهام. سلام.